وذويهم الصبر والسلوان. هكذا على التنفيذ لمصلحة دوك. وليد يلعبها داخل منطقة الجزاء، خطرة هذه وسيطر عليها حسين جولي. حلاوة كرة القدم بالأهداف. كرة هذه داخل منطقة الجزاء، ممكن لأربيل الآن في هذه اللقطة. لا 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 لا، ضاعت على أربيل. مرر إلى الخلف، عاد وفضل العودة إلى الخلف. الآن العرضية موجودة، أحمد مكنزي. أوه حلوة، لا وجود للتسلل. مؤيد، الحلوة موجودة هذه العرضية لكن طالت وبالتالي إلى برا الملعب. تحويل ممكن في هذه اللقطة. وبالنسبة لدهوك عفوا التسديد، الله الله حلوة، وصلت عند الجهة اليسرى. أحمد مكنزي ممتازة، ما زالت الكرة مع العرضية موجودة. خطرة هذه مرة أخرى التسديد، الله 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 حلوة. بعد هذه التسديد، الله، هذه لقطة المباراة بلا منافس لحد الآن. ممكن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، لكن هنا التسديدة وصلت سهلة لحارس المرمى. هذه الدقيقتين الأخيرة من أحداث هذا اللقاء وصلت لحسن عماد. حسن مع زاكري، خطرة هذه أو شافيو موموني عن الانتصار الأول، بينما دهوك يصل إلى التعادل الثالث. ومعها طبعا تأتي صافرة حكم المباراة السيد أحمد كاظم يعلن نهاية أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف. المباراة اللي كانت لحساب الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.